السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل بقى تتبيله الفراخ المشويه. تتبيله خطيره، كل اللي هياكلها من ايدك هيقولك فيها سر معين. بس انا عايزه اقول لكم يعني قبل اي حاجه، اعتمدوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا وهتشرفكم في عزوماتكم. تمام. اول حاجه احنا بنحط البصل، وهتحط معاهم فلفل رومي، تمام، وقرن فلفل حامي، ده للناس يعني اللي بتحب او بتحب الحاجات المشطشطه. وهتزودي كمان عليهم طماطميويه. ده كده الاساس عندنا، على حسب كميتك زودي او تقللي دي براحتك. هتحطي بقى بهارات فراخ مشويه من عند العطار، وهنحط طبعا معاهم الملح والفلفل بتوعنا. تحطي معاهم بقى كزبره، هتحطي معاهم 7 بهارات، هتحطي معاهم بابريكا، كل التوابل اللي بتحبيها حطيها. تمام. انا بحب اعمل التتبيله ديت في الخلاط عشان تبقى دايبه وتخش في انسجه الفراخ كده على طول، مش في الكب. تمام. هنحط حبه خل وحبه زيت، الخل بيخلي الفراخ طريه جدا في السوا. هنضرب كل دوت في الخلاط. عايزه اقول لكم الوصفه دي مش هتاخد معاكم دقايق. تمام. هتضربوها في الخلاط على طول. وبعد كده بقى هتبداي تتبلي بيها ايه الفراخ بتاعتك واحده واحده. الفراخ بتاعتك ما تيجي تتبليها تكوني غسلاها كويس الاول طبعا، وتتبليها بقى من جوه وفوق وتحت، وتدخلي بقى منهم وتنغزيها. عايزاكم تغرقوها تتبيله. تمام. بعد ما تتبلوها بالمنظر دوت، هتحطوها في صاج، والصاج دوت هتغطوه بورق فويل، والورق الفويل بعديها هتدخلوها بس اقل حاجه بس سيبوها ساعتين في التتبيله يعني. هتحطوها بقى في ورق فويل وهتغطوها بيها يعني، وتدخلوها الفرن ساعتين. وهتطلع لكم زبده، وهتطلع عايزه اقول لكم هتبقى خطيره معاكم. هتعجبكم جدا وجربوها، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. شايفين منظرها وريحتها، وملكوش خيال. ما تنسوش تشتركوا في القناه، والفيديو كامل على القناه بتاعتي. ومع السلامه.